السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة أم صفية. اليوم إن شاء الله غنحضر الخبز بدقيق الشعير ودقيق إيلان أو الدخن. وحاجتنا لتحضير الخبز زلافة من دقيق الشعير أو ما يعادل 250 غرام دقيق الشعير، 100 غرام دقيق إيلان أو الدخن أو ما يعادل تقريبا نصف زلافة، ملعقة كبيرة خميرة جافة، ملعقة صغيرة حبة حلاوة أو النافع، ملعقة كبيرة زرع الكتان، ملعقة صغيرة ملح، كمية من الماء لجمع العجين، ماء دافي، وأن زرعة الكتان مطحونة باش نقرصوا بها الخبز. في البداية غنوضعوا دقيق الشعير ونضيفوا له دقيق إيلان والدخن، ملعقة كبيرة خميرة جافة، ملعقة صغيرة نافع وحبة حلاوة، ملعقة كبيرة زرعة إيلان، ملعقة صغيرة ملح، ونضيف الماء شيئا فشيئا إلى أن نحصل على خليط متجانس. تنضيف الماء إلى أن نحصل على خليط بهذا الشكل هكذا القوام ديالو، سواء في العجانة أو بيدينا. تنحصلوا على هذا القوام. أنا خدا لي تقريبا 300 غرام أو 300 مليلتر ماء دافي، يلتصق باليد، نتركوه ليختمر، تنغطيه وتنخليه يختمر لمدة 45 دقيقة. بعد ما مرات 45 دقيقة وخمر العجين، بديت نحضر منه كويرات صغيرة. تنمرر يديا في الماء، ناخذ كويرات صغيرة تاخذ قليل من العجين باش نشكل منه خبيزات صغار، نوضعو في خليط زرعة الكتان والعجينة تلتصق باليد ونوضعوه في صحن الفرن اللي وضعت عليه ورقة الطبخ. بعد ذلك كل منه خبيزة نقصه، بعد ذلك بعد ما طاب الخبز في الفرن تنحصلوا على خبز شهي ورطب وصحي، لأنه تتكون من دقيق شعير ودقيق إيلان